السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. طبعا أنا حابب أعتذر عن التأخير عن المدة دي كلها، كانت فعلا مدة طويلة جدا، ولكن كانت بره إرادتي. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية بإذن الله نقدر نستكمل الحاجات اللي احنا بادئين فيها بإذن الله رب العالمين، زي كورس كيفية التعامل مع أنظمة التشغيل المختلفة، وسلسلة رسالة من رسائل. ان شاء الله بإذن الله رسالتنا النهاردة مهمة جدا، وهي كثير من الحرام لا يشبع وقليل من الحلال يغني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما يجرك رجليك ويجرك شيطانك للحرام عمرك ما هتشبع، سواء كان في قول، سواء كان في فعل، سواء انك انت بتاخد مال مش مالك، ايا كان صورة الحرام. فهي كل ما تاخد منها وتغرف منها وتاخد، هي مش بتشبعك، انت مش بتشبع منها، بالعكس ده عمال بتزيدك وبتجرك ليها اكتر واكتر. والعكس والنقيض ان قليل من الحلال، سواء في قول او فعل او حتى في رزق ومال، فهو بيغنيك فيه البركة، بتحس فيه البركة، وبتحس ان انت مالك الدنيا وما فيها. الحلال لا يتعب، انما يتعب الحرام. بالله واحد قاعد كده وعنده أمه جميلة وبنته جميلة وأخته جميلة ومش عارف، كلهم جمال. بالله يدير عينه أين شاء ولا ما يديرش؟ طب وإن كانت واحدة أجنبية بقى وعايز يحتال بقى إن محدش شايفه، الحرام هو اللي بيكلف، إنما الحلال لا يكلفه شيئا. وكذلك المعصية هي التي تكلفه اقتصادا، ولكن الطاعة لا تكلف اقتصادا أبدا. نعم. اوعى تنسى رسالة النهاردة: كثير من الحرام لا يشبع وقليل من الحلال يغني. خليك دايما فاكر ان الحرام ما بيجرش غير الحرام، والحلال ما بيجرش غير الحلال. والحلال لو قليل منه بيخليك مستغني ومالك الدنيا وما فيها، ولكن الحرام مهما يجرك ليه فبيحسك انك انت معكش اي حاجة، بينوبك انك انت بتزود سيئاتك. غريبة ان الانسان بيبقى عارف الحرام والحلال وبيتعامل معاهم هما الاتنين، وبيجد مليون مبرر يقنع نفسه بيه ان الحرام حلال. سبحان الله. واوعى تنسى مرة تالتة: كثير من الحرام لا يشبع وقليل من الحلال يغني. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في رسالة جديدة من رسائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.